مش جاية أتكلم عن حاجة أنا وصلت لها، أنا جاية أتكلم عن حاجة بادوّر عليها، بادوّر على علاقة أقرب بربنا، بادوّر على إن القرآن يبقى جزء من حياتي، مش مجرد جزء من يومي، ويمكن أنتم كمان حسيتوا الإحساس ده قبل كده، إن الواحد يكون بيقرا القرآن لكن نِفْسه يعيشه. أنا مش مُعلِّمة، اعتبروني واحدة ماشية جنبكم، كلنا بنتعلم، وكلنا بنحاول نقرّب من ربنا أكتر بكلامه، ولو لقيت إن جواكم نفس الاحتياج ده، أتمنى تمشوا الرحلة دي معايا. من فترة طويلة كان جوايا إحساس صعب أوصفه، إحساس إن في حاجة ناقصاني، رغم إن الحمد لله باصلي وباقرا قرآن وباحاول أتعلم، لكن برضه كنت دايمًا حاسة إن في فراغ، حاسة إن في شيء ناقص في علاقتي بربنا. كنت كل شوية أسأل نفسي هو إيه اللي ناقص؟ هل أنا مثلًا محتاجة أقرا أكتر؟ محتاجة أسمع دروس أكتر؟ أعمل أعمال أحسن والّا المشكلة في حاجة تانية؟ وبعد فترة بدأت أفهم إن يمكن اللي ناقص هو علاقتي بكلام ربنا، مش مجرد إني أقرا أو أحفظ القرآن، لأ، لكن إني أعيش مع القرآن. كلنا في حياتنا لما بنشتري جهاز جديد أول حاجة بنرجع لها إيه؟ الكتالوج. ليه؟ لأن اللي صنع الجهاز هو أكتر واحد هيكون عارف إزاي يشتغل صح. وساعتها سألت نفسي طيب وأنا مين اللي خلقني؟ مين اللي صنعني؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب مش القرآن هو الكتالوج اللي ربنا نزله عشان يعلمني أعيش؟ يعلمني إزاي أعبده، إزاي أربي أولادي، إزاي أتعامل مع الناس، إزاي أتصرف وقت الفرح، وقت الحزن، وقت الفتن، وقت الحيرة، إزاي أعرف الصح من الغلط، إزاي أعرف أولوياتي، إزاي أعرف نفسي. كل ده موجود في كلام ربنا. لكن هل أنا فعلًا باخد القرآن بالطريقة دي، بالشكل ده، والّا باقراه وبعدين أكمّل حياتي عادي كإن ما فيش أي حاجة اتقالت؟ ومن هنا بدأت فكرة الرحلة بتاعتي. أنا مش جاية أعمل تفسير للقرآن ولا جاية أتكلم برأيي، أنا جاية أتعلم وهاتعلم معاكم. وطبعًا هنرجع في فهم القرآن لكلام أهل العلم الموثوقين زي ابن كثير والقرطبي والشعراوي وغيرهم، عشان نفهم كلام ربنا زي ما أهل العلم فهموه. لكن بعد الفهم هيبدأ السؤال الحقيقي، إيه الرسالة اللي ربنا بيوجهها ليّا أنا من الآيات دي؟ إيه اللي ربنا عايز يغيّره فيّا؟ لأن التدبُّر بالنسبة لي مش إن الآية تعجبني وأقول أوه! الله، لأ، التدبُّر إن الآية تغيّرني. نِفْسي ونِفْس كل واحد فينا برضه على فكرة، يبقى القرآن هو مرجعيتنا في الحياة، مرجعيتنا وإحنا بناخد القرار، مرجعيتنا في تربية أولادنا، مرجعيتنا في علاقتنا بأهلنا، مرجعيتنا في أخلاقنا، مرجعيتنا في شغلنا، مرجعيتنا وقت الحزن ووقت الفرح. نفسي القرآن يبقى هو الميزان اللي نقيس بيه كل حاجة. ويمكن تسأل طيب هنمشي في الرحلة دي إزاي؟ الفكرة بسيطة، وأنا اكتشفت إن المشكلة مش إننا مش فاهمين كل حاجة، المشكلة إننا أوقات كتير بنقفل المصحف من غير ما نسأل نفسنا سؤال مهم أوي، طيب أعمل إيه؟ عشان كده في كل حلقة هنقف مع صفحة واحدة من القرآن، مش هدفنا إن إحنا نخلص الصفحة، لأ، هدفنا إن الصفحة تخلص فينا شوية من الغفلة اللي إحنا عايشين فيها. وفي كل صفحة هنسأل نفسنا 4 أسئلة. أول سؤال، الآيات بتقول لنا إيه؟ إيه المعنى العام؟ وإيه الرسايل الأساسية اللي ربنا بيقولها لنا في الصفحة دي؟ تاني سؤال، اتعلمت إيه من الآيات دي؟ إيه الفوايد؟ إيه اللي عرفته عن ربنا؟ إيه اللي عرفته عن نفسي؟ تالت سؤال،
إيه اللي لمس قلبي؟ أنهي آية وقفت عندها وليه؟ وإيه المعنى اللي حسيت إنه موجه ليا أنا بالذات؟ رابع سؤال، وعدي مع الصفحة، وده أهم جزء بالنسبة لي. مش هطلع من الحلقة دي بمعلومة، لأ، هطلع بخطوة، عادة أبدأها، ذنب أسيبه، خلق أجاهد نفسي عليه، أو موقف أغير فيه نفسي. وهيكون عندي في كل حلقة وعد واحد بس أعيش بيه لحد الحلقة اللي بعدها، لأننا كلنا بنخرج من درس أو خطبة أو حتى من رمضان وقلوبنا متأثرة، لكن بعد كام يوم إيه اللي بيحصل؟ بنرجع زي ما كنا، وأنا مش عايزة أنسى. عشان كده هيكون عندي دفتر صغير هسميه دفتر الوعود مع الله. بعد كل صفحة هكتب فيه الوعد اللي بيني وبين ربنا، مش عشان أجمع وعود، لكن عشان أرجع له كل شوية وأشوف هل أنا بتغير، هل وفيت بوعدي مع ربنا، ولا محتاجة أجدد عهدي من جديد. وساعدني جدا على فكرة لو انتم كمان عملتوا كده لنفسكم، دفتر الوعود مع الله، ونكتب مع كل صفحة الوعد اللي هنعيشه لحد الصفحة اللي بعدها. لأن هدفي مش إن معلوماتي تزيد، لأ، هدفي إن حياتي تتغير. وأنا مش بعمل السلسلة دي علشان أقول إني وصلت، بالعكس، أنا لسه في أول الطريق. أنا بصورها عشان أوثق الرحلة، ويمكن بعد سنة أرجع لأول حلقة وألاقي إن ربنا غير فيا حاجات كتير بسبب كلامه. ويمكن حد فيكم يبقى ماشي معايا في نفس الطريق، فنثبت بعض ونشجع بعض ونعين بعض على العمل بكلام ربنا. لو حسيت إن جواك نفس الشوق ونفس الاحتياج ونفس الرغبة إن القرآن يبقى أقرب لحياتك، فأهلا بيك في الرحلة دي معايا. لأن القرآن مش كتاب عشان نقراه وبعدين نقفله، لأ، القرآن رسالة نعيش بيها. وأتمنى لما الرحلة دي تخلص ما نكونش إحنا اللي خلصنا القرآن، يكون القرآن هو اللي غيرنا. يلا بسم الله نبدأ رحلتنا مع القرآن.